السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبصحة وعافية. كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم علينا وعليكم وعلى الأمة الإسلامية أجمعين. النهاردة هنعمل مع بعض أحلى زبادي، طبعا لزوم السحور. هنعمله بطريقة سهلة وبسيطة وموفرة، وهتاكلي منه ما تشبعيش. تمام حبايبي؟ طب مقاديرنا عبارة عن ايه؟ عبارة عن انا جايبه 2 كيلو لبن جاموسي كامل الدسم زي ما انتم شايفين كده، بس هاتوه من مكان موثوق منه. تمام حبايبي؟ اول حاجه هنعملها ايه؟ هنرفعه على البوتاجاز لحد ايه ما يغلي معانا كده. حبايبي حطينا حلتنا على البوتاجاز وهنفضل نقلب في اللبن كده، ايه مش كتير يعني، كل شويه قلبي فيه لحد ما يغلي معانا. نعمل بقى احلى زبادي. مش هتشتري زبادي تاني من بره، طبعا ارخص، اوفر كتير، والطعم بقى ايه حكاية. بس اهم شيء تجيب اللبن بتاعك من مكان كويس يكون ايه موثوق منه. ده زي ما قلت لكم ده لبن جاموسي بلدي. نفضل نقلب فيه كده ايه شوية ونسكت لحد ايه ما يغلي معانا كده. حبايبي اللبن بتاعنا غلي زي ما انتوا شايفين. بصوا لازم نغليه كويس جدا. اول ما يغلي ويفور كده بالشكل ده هنقفل عليه وهنسيبه لحد ما يبرد خالص. مش يبرد ان هو يبقى ساقع او متلج، لا، يبقى زي دمعة العين. شوفوا بقى انت بتتحمليه ازاي، يعني لما تحطي صباعك كده في اللبن تتحمليه، لما تمسكي كده الحلة من بره تتحملي السخونية بتاعته. هنسيبه بقى لحد ما يبرد خالص وهرجع لكم هنشوف الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه. كده حبايبي اللبن بتاعنا برد زي ما قلت لكم، ايه زي دمعة العين يعني. بسم الله، يعني تعملي كده. بصوا القشطة، بصوا نتحمله. تمام حبايبي؟ الخطوة اللي بعد كده هتكون ايه؟ سهلة جدا بقى، هنعمله بأسهل طريقة. هناخد شوية لبن كده ايه في الخلاط، قيمة كوبايتين لبن كده بالشكل ده بالقشطة بتاعته بكل حاجة. وهنجيب علبة زبادي، العلبة الكبيرة. تمام حبايبي؟ عشان دول 2 كيلو لبن. هننزل ايه بعلبة الزبادي في الخلاط كده. نزلنا بعلبة الزبادي، هننزل كمان بحوالي معلقة سكر كبيرة أو معلقة ونص كده. ده بقى بيخلي الزبادي في حتة تانية خالص. بس كده. هنضرب بقى اللبن بتاعنا ده مع الزبادي مع القشطة الجميلة اللي هي قشطة اللبن، وهنشوف الرغوة الجميلة اللي هتكون موجودة كده. ضربنا اللبن بالزبادي. بصوا الرغوة بقى، الرغوة بتاعت اللبن دي هتعمل لنا أحلى وش قشطة للزبادي. حاجة كده بتبقى إيه تحفة. أسهل من كده مفيش. غير كده إن أنا لما بقلب الزبادي في اللبن ممكن إيه، في بعض مننا ما بيقلبوش كويس، بيبقى فيه تكتلات، فكده الزبادي هيبقى محتت معاكي عامل زي الجبنة القريش. لما بتضربيه في الخلاط بتبقى الزبادي ناعم وطعمه تحفة وأحلى من الجاهز، وهتعمليه كل يوم. نحط بقى اللبن اللي احنا ضربناه ده بالرغوة الجميلة دي على اللبن اللي في الحلة بتاعتنا. بسم الله. بصوا الجمال بقى، والمعلقة السكر اللي احنا حطيناها ده بقى بيبقى ايه حاجة كده ما حصلتش. يعني هتاكلي من الزبادي دوت ما بتشبعيش، هتاكلي بقى واحدة واتنين وتلاتة. هنقلب بقى اللبن كده ايه بالزبادي، وهنبتدي بقى ايه نصب في الكوبايات بتاعتنا. لو عندك برطمانات صغيرة ايه مخصوصة للزبادي، عندك علب مخصوصة للزبادي، اللي متوفر عندك. بس كده. هنبتدي بقى ايه نصبه في الكوبايات بتاعتنا. دي الكوبايات بتاعتي بتاعت الزبادي. تمام. هنصب كده، انا حطيته في درق الخلاط علشان خاطر
اعرف ان انا اصب في الكوبايات. بسم الله. احلى زبادي هنتسحر بيه النهارده، وكل سنه وانتم طيبين، واحلى سحور عليكم ان شاء الله. دول 2 كيلو لبن هيعملوا لنا ايه كميه كبيره جدا. يا حبايبي عملنا الكميه دي كلها، بصوا، بس دول مش ال2 كيلو كلهم، في شويه كمان اهم معايا. دول هعملهم بالفراوله. طبعا مش هنحط فراوله بقى ولا الكلام ده، هنحط معلقه جيلي فراوله او ايس كريم فراوله. تمام. قلب بقى كويس جدا، الريحه تحفه، ريحته زبادي بفراوله واللون اهو. كده حبايبي دوبنا الجيلي مع اللبن، احنا ضربناهم شويه كده في الخلاط، وبعدين هنبتدي ايه نصبهم في الطواجن بتاعتهم. بسم الله. بصوا الريحه روعه. بس كده. كده زي ما انتوا شايفين عملنا الزبادي الفراولة وعملنا الزبادي السادة. ما شاء الله من 2 كيلو لبن عملنا الكمية دي كلها. شوفوا وفرنا قد ايه، ما شاء الله، غير ان انت عاملاه بايدك بقى بنظافة، والطعم بقى ايه ما حصلش. طيب اخر خطوة ايه؟ هنجيب بقى صينية وهنحط فيها مية مغلية، تمام، وهنرص الزبادي بتاعنا. كده رصينا الزبادي في الصينية بتاعتنا. قبل ما احط الميه السخنه هحط شويه خل صغيرين علشان الميه السخنه ما تسمرليش الصينيه. بس كده. وبعدين هننزل بالميه السخنه، ميه سخنه قوي مغليه يعني. بسم الله. لحد كده ايه تلت الكوبايات. تمام. احنا كوبايات الزبادي بتاعتنا ليها غطيان، لو مفيش غطا عندك يعني كوبايات عاديه هتغلفيها بالاسترتشيري. انا كده هغطيها بفويل بقى، بفوطة، بأي حاجة، وهسيبها لمدة 4 ساعات، وبعد 4 ساعات هنشوف النتيجة عاملة ازاي. كده زي ما انتوا شايفين غطينا الصينية بتاعتنا بورقة فويل، وهنحط عليها بقى ايه اي مفرش، فوطة، اي حاجة. يعني كده كده مغطيين العلب بتاعتنا، وهنسيبها بقى ايه 4 ساعات. يعني انت حطيها في مكان ما يكونش بقى ايه في ايد ايه حواليها، علشان مش عايزين الصينية بتاعتنا ولا الزبادي بتاعتنا يترك. تمام حبايبي. هنسيبها بقى 4 ساعات، وبعد 4 ساعات هنشوف النتيجة عاملة ازاي. دلوقتي حبايبي الزبادي بتاعنا خلص زي ما انتوا شايفين كده، ما شاء الله طالع تحفة. طبعا ولادي اول الزبادي متماسك شوية جريوا بسرعة، كل واحد ايه اخد له كوباية من زبادي الفراولة وايه الزبادي اللي هو اللبن السادة. بصوا الكوباية عاملة ازاي، ما شاء الله متماسك. هو لسه ايه ما دخلش التلاجة، بس تحفة حقيقي، ما شاء الله طالع حكاية. نجرب كده. بسم الله. بصوا ناعم ازاي، تحفة 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 حقيقي تحفة. يعني انت هتاكلي كوباية، تاكلي التانية،
الأكلة التالتة الرابعة مش هتخلي حاجة، هو طالع تحفة، أحلى من اللي انتي بتشتريه من بره وكريمي وطعمه دسم، غير اللي هو ايه اللي احنا بنشتريه من محلات الألبان. جربوا حبايبي بالطريقة دي هيعجبكم. كل سنة وانتم طيبين. ما تنسونيش في الدعاء لايك وشير، واللي ما اشتركش في القناة يشرفني بالاشتراك فيها عشان يوصل له كل جديد. أسيبكم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله.